الراجل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي يعتبر من اخطر واذكى المجرمين في تاريخ مصر. الراجل ده حرفيا مش هتصدقه هو عمل ايه. كنت متوقع ان الشرطه ممكن تجيبك تاني؟ كنت متوقع ان تجيب لي تاني عشان كنت متوقع انها تمسك تاني. ان الشرطه هتقدر تجيبك تاني؟ وانا كده كنت راجع. ايه؟ كده كنت راجع ومن في وسط الشرطه ويخرج. يعني انت عارف ان قبضه الامن قويه ولا انت كده مش هتفرق؟ مظبوط بقى، عارف ان الامن قويه وكده راجع. لكن انت كنت عارف ان الشرطه هتجيبك صح؟ وخليني اقول لكم ان فيديو النهارده مختلف، مش جريمه ولا جن ولا مكان مهجور. النهارده عمليه هروب من سجن مصري شديد الحراسه، وبطل قصتنا الراجل اللي ظهر قدامكم ده. السلام عليكم. من كام يوم كنت قاعد بقلب في ارشيف الصحافه المصريه، وبالصدفه يظهر قدامي مقال بعنوان هروب من سجن مصري شديد الحراسة. أنا لما بصيت على العنوان ما استوعبتش، أنا أول مرة في حياتي يعدي عليا حاجة شبه كده، هروب من سجن مصري. فعلى طول دخلت قرأت المقال وانصدمت من كل حرف. مش هطول عليك، خلينا نخش في موضوعنا على طول، إن شاء الله يكون الفيديو ممتع، وما تنساش الإكسبلور. ويلا بينا. قصتنا بتدور سنة 2013 في القليوبية، وبالتحديد في بنها. الساعة وقتها كانت 2 بالليل والشوارع فاضية تماما، مفيش أي حاجة. في الوقت ده كان في دورية شرطة بتلف في الشارع كنوع من أنواع التأمين، لأن ساعتها سنة 2013 الدنيا كانت لبش، ما كانش أمان قوي. المهم أثناء ما الدورية بتلف يلمحوا من بعيد 3 رجالة مسلحين واقفين مثبتين عربية، 3 بلطجية معاهم سلاح واقفين بعيد على أول الشارع مثبتين عربية ومخرجين الراجل منها وعايزين يسرقوا العربية منه. أول ما الدورية لمحت المنظر ده فورا طاروا ناحية البلطجية اللي ما كانوش واخدين بالهم، ولما الدورية قربت ال3 بلطجية لاحظوا وخدوا بالهم وبدأوا يهربوا. واحد من ال3 بلطجية ركب المكنة وجري، والبلطجي اللي كان راكب المكنة وبيجري ده هو اللي كان معاه السلاح. فالظابط بدون أي مقدمات قام جاي مدور العربية وطاروا ورا البلطجي ده. فضل البلطجي يهرب والظابط وراه، والبلطجي يضغط أكتر والظابط ملازمه محاصره، وخلاص الظابط قرب على البلطجي ده وهيقبض عليه. قام البلطجي راكن المكنة وهوب نط من فوق الكوبري نزل في البحر. الظابط يسيبه؟ أبدا والله، قام جاي نطت وراه في الميه. انت بتاعي. الظابط بدأ يعوم وراه ويطارده في الميه لحد ما مسكه وثبته وقبض عليه وهما الاتنين في الميه، وبعدين مسكه جامد وعام بيه على الشط طلعه. لما خرجوا هما الاتنين من الميه على طول الظابط خده وطلع بيه على القسم، وهناك في القسم بدأت الشرطة تتحرى عن المجرم ده، وانصدموا لما عرفوا هويته. المجرم ده كان اسمه عبده، كان